واقفه حرانه وزهقانه وبص ومش طايقه نفسي، بروق كده في الريسبشن لقيت ابني طالع بيقول لي انا عايزه اشرب ميلك شيك دلوقتي حالا، خديني وديني الكافيه وهاتي لي ميلك شيك. قلت له يا ابني امشي من وشي، انا بروق وبنضف ومش فاضيه لك. قال لي ماليش دعوه، بدبدب برجليه في الارض. قلت وماله ما زعلوش. رحت داخله بقى على المطبخ، فتحت كده التلاجة وطلعت بقى اللبن والايس كريم، قلت يلا هو الواحد برضو يشرب حاجه حلوه كده ترطب على قلبه في الحر دوت. رحت جيت بقى فتحت كده علبه الايس كريم، وطبعا كنت نسيت اجيب بقيه الحاجات من التلاجة. رجعت للتلاجة تاني جبت النوتيلا وجبت برضو الدنت. الحاجات ديت اختياري الاساسي في الوصفه اصلا الايس كريم واللبن، بس الحاجات ديت بتحسن من الطعم، تاخد الطعم بوسته في حته تانية خالص. فضيت كده اللبن وفضيت مكعبات التلج، وتوصي بقى بالايس كريم، ما تبخليش توصي، كل ما تزودي ايس كريم كل ما يطلع حلو معاكي. ونضيف بقى عسل كده وتبقى حاجه مسكره في حياتنا بدل المر اللي احنا شايفينه دوت. وضفت برضو نص معلقه صغيره كده من نسكويك بيديله طعم بصوا تحفه. جربوا بطريقتي ديت هيعجبكم جدا. جبت الكوبايات كده قلت ازوقها بقى كده زي الكافيهات. زي ما انتم عارفين الاهم من الشغل تظبيط الشغل. شخبطي كده براحتك بقى في الكوبايات بالشوكليت براحتك. يعني هي جت علينا العيال هرجين الحيطان شخبطه نشخبط احنا كمان. صبي بقى الميلك شيك كده، بصوا الشكل حاجه روعه. هتقولي لي هنعمل ايه في الفوم اللي على الوش؟ الفوم كان موجود في الخلاط فضيته كده بمعلقه، ونرش بقى شويه نوتيلا كده سايحه، تسيبيهم زي ما هما، تبشري شوكولاته، تضيفي اي حاجه انت حابه تحبيها. بس انا اكتفيت بالشكل كده لان زي ما انتم عارفين انا مش فاضيه وبروق. تعالوا نشوف بقى راي مالك. طبعا الميلك شيك عجبه جدا، قال لي احلى من الكافيهات بكتير، مش هنطلبه تاني من بره. متنسيش المتابعه لصفحتي ولايك للفيديو لو عجبك.